قيل أنه اعتقل أحد سادة العرب رجلا من قبيلة أخرى، فجاءته قبيلته بشيوخها وبأمرائها تشفع فيه. فقال سيد القبيلة: من هذا الرجل الذي جئتم كلكم لتشفعوا فيه؟ فقالوا بصوت واحد: هو أميرنا. فقال: لم يخبرنا عن نفسه. فقالوا: أنف أن يذل نفسه، فأراد أن يريك عزته بقومه، فأطلقه لهم. وبعد أيام جاءه الخبر أن ذلك الرجل ما هو إلا راعي الإبل عندهم، فأرسل إليهم سيد القبيلة يستفسر لماذا صنعتم ذلك. فجاءه الرد منهم: لا أمير فينا إن ذل راعينا. العبرة والملح في الحكاية: لا خير في قوم ضاع فيهم حق ضعيفهم،